السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، فيديو خفيف وسريع جدا. هتعملي وجبه عشاء في 5 دقايق، وكمان لو ولادك مغلبينك وبياكلوا الاندومي هتعملوا لهم الاكله دي بديل الاندومي. طبعا المكونات معايا حوالي نص كيلو من المكرونه الاسباجيتي، ومعايا بصلايه كبيره مفرومه او مبشوره، ومعايا برضو طماطمتين انا مقطعاهم مكعبات، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا فلفل الوان، ومعايا التوابل بتاعتي عباره عن بابريكا وملح وكزبره وفلفل اسمر وكمون، ومعايا كمان معلقه واحده بس من الصلصه، ومكعبين او مكعب واحد من الزبده، ومعايا مكعب من مرقه الدجاج، ومعايا حوالي 4 فصوص توم مهروسين، ومعايا نص فنجان صغير من الزيت، ومعايا كده طاسه زي ما انتوا شايفين. وهبدا بقى انا هعمل كل الحاجات دي ني في ني كده، مش هعمل تسبيكه لاي حاجه. وهبدا كده اجيب الطاسه بتاعتي، ويا ريت يعني تكون طاسه غير لاصقه، يعني تيفال او جرانيت. وهبدا كده احط المكرونه زي ما انتوا شايفين كده وهي نيه زي ما هي كده، مش هنسلق المكرونه. وهبدا بقى احط حواليها المكونات اللي معايا، اللي هي الفلفل والبصل والكمون والتوابل بتاعتي كلها. وهبدا بقى ارش التوابل كده على وش الخضار اللي انا حطيته مع المكرونه زي ما انتوا شايفين. وهبدا برضه احط المكعب بتاع المرقه معايا، هفركه كده واحطه فوق المكونات بتاعتي، وهضيف الزبده وهضيف الصلصه وهضيف الثوم وهضيف كل حاجه والزيت وكل حاجه، هضيف كل المكونات دي زي ما انتوا شايفين في الطاسه. وصفه على فكره سهله جدا وغير مكلفه، وكمان مش هتاخد معانا وقت. وحطينا الصلصه وحطينا كل حاجه، وبرده هنضيف الزيت. وبعد كده معانا طبعا الكاتل بتاعنا فيه ميه سخنه، وهننزل على كل المكونات دي بالميه السخنه. المهم جدا ان احنا ننزل بميه سخنه علشان المكرونه ما تعجنش معانا، مش هينفع ننزل بميه ساقعه. فزي ما انتوا شايفين كده نزلنا بشويه كده من الميه السخنه، طبعا مش هنزود. وبعد كده واحنا حاطينها على النار لو حسينا ان هي لسه مش مستويه او محتاجه ميه، هنبدا نزود ميه شويه بشويه، بس مش هنزود كميه الميه من الاول علشان المكرونه متطلعش معجنه معانا وتطلع حلو. بعد كده بقى هنغطيها كده وهنسيبها على النار، وكل شويه هنفتح عليها الغطا ونقلبها تقليبه كده، ونفك التشابك بتاع المكرونه. وصفه جميله على فكره، ينفع عادي تعملها باي نوع مكرونه، بس هي بتكون احلى طبعا بالمكرونه الاسباجيتي. وزي ما قلت لك لو ولادك مغلبينك وبياكلوا الاندومي هتعملوا من الوصفه دي بديل الاندومي. هي كده الوصفه بتاعتنا خلصت، هنسيبها لما تستوي وتبقى خلصت. انتي حابه تضيفي لها حاجات تانية وتضيفي لها اضافات زي ما انا هضيف لها بعد ما تستوي. عندي لحم مفروم متعصج، فانا هضيف لها اللحم المفروم المعصج. انتي ممكن بقى ما تضيفيلهاش اي حاجه وهي كده تبقى الوصفه خلصت، او ممكن تضيفي لها مشروم، او لو ولادك بيحبوا البسطرمه تضيفي بسطرمه او تضيفي مشروم، او تضيفي اي حاجه تانية زي ما قلت لك، فراخ او بسطرمه او مشروم، او حتى تحط لها مكسي من الجبن هيخليها طعمها جميل قوي، او تحط لها لحمه مفرومه زي ما انا حطيت كده، او ما تضيفيلهاش اي حاجه وتكتفي بيها زي ما قلت لك في الاول. بس انا طبعا حبيت اضيف اللحمه علشان تبقى طبعا انا عملتها وجبه عشاء، فعلشان تبقى وجبه متكامله يعني. هنبدا بقى نفضيها كده في الطبق بتاع التقديم. شايفين بقى ريحتها طالعه فظيعه بجد، يعني هي لسه بقى سخنه كده والريحه بتاعتها طالعه، مش عاوزه اقول لكم. طبعا المكونات كلها احنا ما عملناش تسبيكه ولا اي حاجه، فالمكونات كلها نيه، الثوم ني والبصل والطماطم وكل ده، فما فيش تسبيكه، فطالعه بصراحه طعمها جميل قوي. وبعدين كمان خفيفه يعني علشان هي ما فيهاش تسبيكه. طبعا انا ضفت لها شويه كده من المكرونه من اللحم المفروم وهي لسه على النار. هبدا بقى احط على الوش كده الباقي اللي كان معايا، يعني كام معلقه كده باقيين انا سبتهم علشان احطها على وش المكرونه. بجد وصفه جميله جدا. ومعايا هنا طبعا اي حاجه خضرا بقى عندك، بقدونس، كزبره، هنبدا نرش كده على الوش نزين الوش بتاعنا. يا ريت بقى لو الوصفه بتاعتنا عجبتكم تشتركوا عندنا على القناه، قناه سيلا تشانل، وكمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.